من سلسلة سيارات دايهاتسو. وبعد كلامنا بالتفصيل عن دايهاتسو شارد وكانشل، هنتكلم النهاردة عن دايهاتسو ميرا. دايهاتسو ميرا بالتبعية واحدة من العربيات الاقتصادية السوبر ماني صغيرة الحجم، وما تختلفش كتير عن دايهاتسو كانشل غير باختلافات بسيطة وهنتكلم عنها بالتفصيل. دايهاتسو ميرا كانت بتنزل بفئتين، 2 باب و4 ابواب، وكان اول ظهور ليها سنة 1980 وجات بكذا اسم زي كيور ودومينو، واتصنعت في اليابان واتجمعت في بلاد تانية زي اندونيسيا والفلبين وباكستان وماليزيا اللي جمعت العربية واصدرتها بنفس اسم الاصدار الاول واللي كان دايهاتسو كانشل، ونزلت في مصر تقريبا بنفس الاسم مع الجيل الثالث منها، وكان سنة 1990 مع موتور 850 سي سي 4 سلندر 40 هورس باور مع فتيس مانوال 5 سرعات اوتوماتيك 4 سرعات. اما الموتور الثاني كان 1000 سي سي 3 او 4 سلندر بقوة 55 هورس باور مع فتيس مانوال 5 سرعات واوتوماتيك 4 سرعات. واستمر نزولها في مصر لحد سنة 2002، ودي كانت نفس السنة اللي توقف فيها الانتاج في اليابان، لكن برغم كده الا ان انتاجها مستمر لحد النهارده في بلاد تانية، وبتنتج تقريبا بنفس مواصفات دايهاتسو كانشل في الشكل الخارجي مع اختلافات مطورة في الكماليات والتجهيزات زي التكييف والباور والسنتر لوك وازاز كهرباء، واختلافات تانية في ابعاد العربية. يعني كانت بتيجي بارتفاع متر 37 وطول 3 متر 20 وعرض متر 40 وارتفاعها عن الارض 14 سم، وطول قاعدة عجلات 2 متر 15 مع سرعة قصوى 160 كيلو في الساعة بمعدل تسارع من 0 ل 100 في 15 ثانية، مع تانك بنزين بسعة 36 لتر ومعدل استهلاك 6 لتر لكل 100 كيلو ووزن 800 كيلو، وسعة الشنطة الخلفية 160 لتر. دايهاتسو ميرا زي ما قلت لك لسه مستمرة في الانتاج لحد النهارده، وده بسبب مميزات جت مع العربية. اول ميزة الاقتصادية، وده لانها موفرة جدا في استهلاك البنزين بمعدل 6 لتر لكل 100 كيلو. تاني ميزة الموتور اعتمادي وصوته ناعم كده ومش مزعج. تالت ميزة الصيانة، صيانتها سهلة ومش معقدة واي صنايعي ممكن يشتغل فيها. رابع ميزة الاتزان، فالميرا متزنة بشكل كبير على الطرق السريعة، وده بسبب تناسب وزنها مع بعضها. خامس ميزة التصميم، تصميمها عصري وشبابي ومع التعديل بتبقى مميزة جدا. اما سادس واخر ميزة سعرها يعتبر رخيص ومناسب لامكانياتها. اما بقى عيوبها، واللي كانت سبب برضو انها ما تكونش الاختيار الاول لناس كتير، كانت بتتمثل في 6 عيوب. اول عيب قطع الغيار، قطع غيارها مش متوفره في كل المحافظات وغاليه نسبيا، وده بيرجع لعدم انتشار دايهاتسو ميرا في مصر بشكل كافي، لكنها بتقبل قطع غيار بديله. تاني عيب افتقادها للعائليه، فالعربيه بتستوعب 4 افراد فقط، ده غير مساحات التخزين اللي محدوده جدا فيها. تالت عيب الصيانة، فبرغم ان اجزاء الميكانيكية سهلة ومش معقدة، لكن وفي الغالب كل الصناعية بيقابلوا مشكلة في حوض العربية. حوض العربية ضيق وبيصعب الصيانة الى حد ما. رابع عيب اقترابها من الارض، وده ممكن يعرض العربية للاحتكاك مع المطبات وعيوب الطريق. خامس عيب سخونة الموتور، وده اللي هتلاقيه في بعض الموديلات الميرا بشكل واضح وبالذات في الصيف. اما اخر عيب صعوبة اعادة بيعها، وده زي ما قلت لك لان العربية مش منتشرة بالشكل الكافي في مصر وبتفتقد للشعبية، ده غير عيوبها اللي ذكرناها. طيب خلاصة الفيديو كده، تشتري دايهاتسو ميرا ولا لا؟ انا بالتاكيد ما اقدرش ارشح لك العربيه دي باي شكل واستبعدها تماما من حساباتك، فالعربيه تعتبر استعمال شخصي فقط وغاليه، يعني ما فيهاش القيمه مقابل السعر، وفي عربيات تانية بنفس سعرها وارخص بامكانيات اعلى. ده كان فيديو دايهاتسو ميرا، ما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام يا وحش.